القطر اللي فات هيجي غيره واحد واثنين وثلاثة. لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. أنت لست متأخرا وهم لم يسبقوا. أحيانا الشيطان بيوحي للإنسان إن هو متأخر وإن الكل سبق وإن خلاص القطر فات. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. دايما عايز يدخلهم في الحزن لأنه اكتشف إن دي أكتر حاجة بتدمر الروح. كان دايما الرد الإلهي بيجي بيطمن: لا تحزن، لا تخافا، إنني معكما، لا تقنطوا ولسوف يعطيك ربك فترضى. الخزائن في السماء. القطر اللي فات هيجي غيره واحد واثنين وثلاثة. لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. دايما الترددات السلبية كانت بتأذي الروح: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. وكان دايما الرد: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اتصل بمصدر نشأتك. أي ترددات سلبية أو هدامة أو شيطانية أذت روحك مش هيكون ليها وجود، لأن أنت بتتصل بمصدر ترددات عالية جدا، فبتمحي أي ترددات هدامة أذت روحك. دايما الرد: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. السباق الوحيد اللي المفروض تخوضه: أنا النهاردة لازم أكون أحسن من أنا امبارح ولو في خطوة واحدة. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ونفخنا فيه من روحنا. كلنا روح بتسكن الجسم، وكلنا من نفس المادة، مفيش حد أحسن من حد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن في نفس الوقت: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، في أشكال وأجناس وأماكن مختلفة، بأفكار وأحلام ومعارف مختلفة، لسبب واحد: لتعارفوا، مشاركة المعرفة وتكميل بعض. أول آية نزلت في القرآن كانت اقرأ، مش افعل كذا، لأ، اقرأ الأول، اجمع المعلومات الأول، افهم الأول. وعشان كده ربنا قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ مقياسين بس عند ربنا بيقيس بيهم أي إنسان وبيميز أفضليته: التقوى والمعرفة. وعرفنا إن العلم والمعلومات بيبقى لدني مباشر بوحي منه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعلم الإنسان ما لم يعلم، ففهمناها سليمان. ربنا بيصطفي ناس معينة بيرسل لها المعلومات وبيلهمها تعمل إيه، والاصطفاء هيفضل مستمر اليوم القيامة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومش شرط يكون الرسول بس بكتاب سماوي، ممكن بمعرفة، بعلم، بمعلومة، بطريقة ما بترسل المعلومات. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لبشر الكلام يشمل الكل، عن طريق فكرة، عن طريق حلم اتزرع فيه بقى نفسه يحققه، عن طريق إلهام، عن طريق رؤية. زي ما ربنا أوحى لأم موسى وهي مش نبية: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ألهمها بطريقة ما تعمل إيه. وزي ما ربنا ألهم الملك اللي كان مع سيدنا يوسف وهو ما كانش لسه آمن، ربنا حتى بيوحي للنحل: وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. بنفس الطريقة بتنزل المعلومات.